ازاي نعمل احلى واسهل طريقه للمكرونه المبكبكه رغم اختلاف الطرق للوصفه دي. ولكن الوصفه اللي انا عاملاها دي هي الاقرب لقلبي، جميله وسهله وسريعه جدا. انا ساعات بسميها اكله المستعجلين صراحه، يعني تستاهل بقكم. يلا بينا نبدا. اول حاجه هحط معلقه من السمنه، وعليها معلقه من زيت الزيتون او الزيت العادي، وعليها شويه من المستكه لو ما عندكوش مش لازم، وحب هنايا بضغط عليها وبحطها معاهم، وشويه ورق لورا وفلفل اسود حب كده. لو ما عندكوش مش لازم، كده نحط العادي بعدين. وبعدين لما اشم ريحه الحبهان وكده هنزل بفلفلايه، حسب لو انتم مش عايزين فلفل براحتكم، واحط ياخد تشويحه. وبعدين هنزل باللحمه بتاعتي على نار عاليه تاخد يعني اديها تشويحه كده. ويا ريت تكون اللحمه فيها دهون او موزه زي ما انتم حابين. وبعدين معلقه من الثوم، هدي اللحمه بتاعتي بقى تشويحه كده. وبعدين هنزل عليها بنص بصلايه او بصلايه صغيره، وادي اي تقطيعه كده كده البصله هتدوب في الاخر متقلقوش. وبعدين هنزل عليها بميه تغطيها كويس قوي، سخنه، اهم حاجه سخنه، واسيبها تغلي لحد ما اللحمه بتاعتي تستوي. بعد ما تستوي لو لقيت الميه قليله هزود ميه، برده لازم تكون بتغلي. وبعدين هنزل عليها بنص علبه صلصه، تقدروا تضاعفوا الكميه لو انتوا تعملوا ازيد مني. وبعدين طلعوا بقى ورق اللورا والحبهان وكده. وبعدين بملحها في الاخر عشان اللحمه تاخد سواها، وبعد ما احط الصلصه عشان ادوق الطعم. محتاجه ملح تاني ازود. وبعدين انا عندي جبت مكرونه، المفروض تجيبوا العقل، اصغر نوع عقل هو ده اللي اتعمل في المكرونه مبكبكه، بس انا ما عنديش. وانا الصراحه حبيت يعني استخدم النوع ده، ما رضيتش اشتري النوع التاني. هحط المكرونه بتاعتي وبعدين اديها تغطيه كده واسيب لها فتحه كده، وافضل اديها تقليبه كل شويه. طلعوا الحبه هنا زي ما قلت لكم، كل دقيقتين 3 ادي تقليبه كده لحد ما المكرونه بتاعتي تستوي. لو لقيت الميه زياده في المكرونه اعري عليها اخر 3 دقايق في التسويه تشربها. وبس كده، بألف هنا.